السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى ودوت الفيديو السابع سجلته بتاريخ 10/5/2023. في الفيديو دوت حاولت أغير كذا حاجة وأضيف كذا حاجة. أهمهم إن أنا جربت إن أنا أعمل زي كذا أنيميتور بحيث يبقى فيه كذا شخصية. يعني لو أنا حبيت الشخصية اللي أنا بلعب بيها تتغير في أي مرحلة من المراحل، فعادي يبقى عندي شخصيات تانية الأنيميشنز شغالة عليها أنيميتور اللي هو الاساسي بتاع اللي هو الكاركتر الاحمر دوت. رحت عامل له كوبي، فبقى فيه تو انيميتورز، وحاطط واحد على البنت ديت واحد على الفضائي دوت، عشان ايه اجرب الايه الانيميتور السيستم بتاعه كويس ولا لا. كده انا ثبت الانيميتور. لما باجي اتست بقى الانيميشن بتاعهم ما بيشتغلش عشان البونز الاسامي بتاعتها مختلفة عند الشخصية الاساسية، والشخصيتين التانيين مختلفين عن بعض. فالانيميتور بعد ما عملت له كوبي، واحد عند البنت وواحد عند الفضائي، عملت ايه؟ رحت جايب انيميشنز للوقوع وللمشي والحاجات ديت، بيشتغلوا على الشخصيات التانية ديت، ورحت حاطط لكل واحد الانيميشن بتاعته في الانيميتور بتاعه. دوت عمل لي مشكلة اكتشفتها بعدين، ان انا بقى عندي انيميتورز كتير وانيميشنز كتير، مع ان مش المفروض إن ده اللي يحصل. المفروض ان أنا يبقى عندي انيميتور واحد انيميشنز واحدة تشتغل على كل الشخصيات. لكن ساعتها ما كنتش عارف الموضوع ده بيتعمل ازاي. المهم، ايه تاني ضفته؟ هو هنا في انيميشنز تلاقيها مش شغالة بتاعت اللي هي الوول راننج، مش شغالة، ان انا ديت عاملها مانيوال بايدي، مسجلها بايدي، فما لقيتش زيها موجودة على ميكسامو عشان اجربها على الشخصيات التانية دي. ايه تاني ضفته؟ صلحت الحتة بتاعت ان لما يبقى فيه انا ماشي على الحيطة، مثلا بجري على الحيطة وفي حتة تانية جنبية بزاوية، فانا بقدر دلوقتي ان انا اول ما تيجي جنبي اقوم محود ومكمل مشي عليها، ما اخبطش فيها او افضل محشور فترة يعني، وافضل الف الى ما لا نهاية. ديت من الحاجات اللي خدت مني وقت، ان انا ببقى بعمل ديتكت مش بس للحيطة اللي قدامي، لا كمان للحيطان اللي جنبها، بحيث اشوف هل انا اقدر اطلع على الحيطان اللي جنبها ولا لا. وصلحت حاجة تانية في الاكسبلوجن بتاع الفاير بول اهو، خليته اقوى شوية. فانت لو شفت الفيديو اللي فات هتاخد بالك ان ايه، كان اضعف من كده بكتير، هو كده بقى اقوى، وبي ايه بي بيدي فورس عالية يعني. وعملت شوية حتت كده زي وولز عشان اجرب اشوف هل السيستم بتاع الوول راننج ده هيشتغل عليهم، اللي هو ان انا اديتكت الحيطان اللي هي مايلة عن بعضها، تبقى كذا وول مختلفين عن بعض. فعملته والحمد لله اشتغلت، يعني بقى في كذا حيطة واخدين زوايا مختلفة عن بعض، واللاعب بيقدر يتحرك من حيطة لحيطة من غير ما يتحشر في حتة معينة أو حاجة. وهنا رحت حبيت أشوف النطة بتاعة اللاعب الماكسيمم بتاعها فين، فعملت زي النقطة البرتقانية اللي فوق ديت عشان أشوف يعني حاجة كده في الليفل ديزاين. لو أنا هعمل مثلا سباق أو هعمل ماب أو حاجة، أبقى عارف الليميتس بتاعة اللاعب اللي يقدر يروح. وعملت كذا ليفل ديزاين بقى تاني، يعني دوت كده الليفل ديت عبارة عن تيست بجرب فيها بس الوول راننج والفاير بول والحاجات ديت، لكن انا اصلا عامل كذا ليفل تانية. في ليفل حبيت ان انا اجرب اشوف السيستم بتاع الكوينز، فعملت اللي هي الليفل ديت سميتها ريس ليفل. فعامل كأني فيها كذا كوين اللي هم البرتقان اللي بيلفوا دول. حلو. واللاعب كل ما ياخد واحدة كل ما بيظهر تحت في في اللي هي في الكلام اللي بيبقى مكتوب في الكونسول تحت دوت، بيتكتب هل ديت الكوين رقم كام. فديت زي سكورينج سيستم او حاجه زي السكورينج سيستم كده، اللي انا بعدين يعني ناوي ان انا احولها لشيك بوينتس، مش بس سكورينج سيستم وخلاص. فكده انا حبيت ان انا اجرب اشوف الكوينز ديت لو انا عملت لها ليفل ديزاين، بحيث ان اللاعب يبقى وهو بيسابق عارف الطريق بتاعه من غير ما اقول له الطريق فين، يبقى هو شايف الكوينز بس، فيعرف هو المفروض يمشي في انهي دايركشن. فديت حاجه من الحاجات اللي انا ضفتها. وعشان اجرب برضو الول راننج والنطه بتاعت الول راننج، رحت عامل كذا اوبستكل، كذا حيطه قصاد بعض كده، عشان اشوف هل اللاعب هيقدر بسهوله ان هو يروح من حيطه للتانية، ولا هيقع ويخبط ويتزحلق والكلام دوت. فهي كده اشتغلت بقى، في عندي كذا حيطه اقدر اتحول من حيطه للتانية. وفي موديل اخويا هو اللي عمله بتاع برج القاهره اللي هو دوت.
فدوت هو اللي عامله. كنت بفكر نحطه ايه في اللعبة، في الماب يعني، بحيث ان هو يبقى ايه مبنى كبير وكده. بس في حاجة، في مشكلة في اللي هي الحاجات اللي حواليه ديت بترخم قوي في الوول راننج، لان هي ليها كوليجن، يعني حتت داخلة وحتت خارجة، فاللاعب مش عارف ايه يطلع براحته او يجري براحته. ديت انا حليتها بعدين بان انا بس حطيت زي كبسول فوق الايه البرج بتاع القاهرة، فبقى اللاعب بيطلع عليه عادي من غير ما يقعد يعمل لاج. وزي ما قلنا هنا مفيش انيميشن للوول راننج، فتلاقي الشخصيات تحسها بتهنج كده لما بيشتغل السيستم بتاع الوول راننج دوت. بالنسبة للليفل ديت، في ليفل تانية انا عملتها هشغلها لكم دلوقتي. هنا برضو بأكد على كام حاجة في الوول راننج، ان هو بيتزحلق، ان هو يقدر ينط لورا والكلام ده. الليفل التاني هي ليفل عبارة عن AI. حبيت اجرب السيستم بتاع الاي اي، لو في انمي او حاجة بيعمل باترولينج، بيتحرك من مكان للتاني، ولو شافني هيجري ورايا والكلام ده. اه هو ده الانمي. كده الانمي بدأ السيستم بتاعه، هو بيحدد نقط عشوائية الاول يتمشى فيها، وانا عامل النقط دي بتظهر عشان ابقى شايف الباس بتاعه اللي هو هيمشي فيه، فابقى عارف هو هيروح على فين. دي نقطة عشوائية المفروض ان هو هيطلع ويروح لها، بس هو في مشكلة في الكوليجن بتاع السلم في الحتة ديت كده، مش معمول له ديفاين كويس يعني. فالمهم انا هروح دلوقتي واخليه، هو كده لسه مشافنيش، هروح له واخليه يشوفني. اول ما يشوفني ايه اللي هيحصل؟ غير الانيميشن بتاعته وشغل الانيميشن بتاعت الايه الراننج، هو كده بقى بيجري ورايا. فهتاخدوا بالكم ان في ايه، في نقط بتظهر، اخر نقطة عندي واول نقطة عنده، وفي باس بيظهر من النقطة اللي هو فيها لحد النقطة اللي انا فيها دوت، الباس اللي هو بيجري فيه ورايا، وانا محدد له سرعة معينة بحيث ان هو ما يبقاش سريع قوي فانا اقدر اهرب منه، وما يبقاش بطيء قوي فيبقى ملوش لازمة. يعني هو سرعته ابطأ مني بحاجة بسيطة. يعني الحاجة اللي مخلياه بعيد عني قوي كده مثلا ان انا بقدر امشي على الحيطة وهو لا، فده اللي مخليني بعيد عنه بمسافة يعني. دوت ما كانش السيستم بتاعه ما كانش صعب قوي، لان هو الناف مش موجود اصلا في يونيتي والناف ايجنت والكلام دوت. لكن الصعب كان هو حتة النقط والدايركشن ديت، ان انا اخليها ظاهرة ابقى شايف المكان بتاعها بس. ودوت الفيديو بتاع النهاردة، هي ديت شوية الحاجات اللي انا ضفتها. في شوية حاجات تانية في الباك اند بس مش ظاهرة قوي، ليها علاقة بالسلالم وكده وعدلتها يعني. وبس، ودوت الفيديو بتاع النهاردة. وبس دوت فيديو النهاردة، ولو عجبكم المحتوى اعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي افكار جديدة حابب ان احنا نعملها تكتبها في الكومنتات تحت وان شاء الله هنعملها. سلام.